هياتم طلبت من جوزها يروح البيت عشان تتباس وتنام مع راجل تاني في مشهد مثير. الفنانة هياتم طلبت من جوزها إن هو يروح البيت عشان تحافظ على شعوره أو مشاعره عشان ما يشوفهاش وهي بتتباس من راجل تاني قدامه. الفنانة هياتم في فيلم عفوا أيها القانون مع الفنان محمود عبد العزيز، وكان موجود يومها جوزها أثناء التصوير، كان بيرافقها يعني أثناء تصوير مشاهد الفيلم، وكان في مشهد ساخن بينها وبين البطل. فالمخرجة إيناس الدغيدي لاحظت وجوده، فسألتها لو جوزها هيفضل موجود لنهاية التصوير وهيشوف المشهد الساخن اللي بينهم ده ومش هيتكلم وهي هتكون على راحتها ولا لأ لما يشوفها مع البطل. فهياتم قالت لجوزها إن هو يروح البيت يجيب لها كام حاجة كده نسيتها في البيت عشان تصور المشهد براحتها وتبقى مرتاحة يعني وهي بتصور. لكن جوزها كان ذكي على حد تعبيرها، ولما روح سألها انت ليه مشيتيني من اللوكيشن، فقالت له انها كان عندها مشهد ساخن مع البطل وراعت شعوره في اللحظات ديت. وجوزها كان عقله كبير طبعا ومتفتح وما تكلمش معاها لما شاف المشهد في الفيلم بعد كده. هياتم برضو قالت انها جالها عروض كتيرة للجواز، ومرة قالت واتكلمت انها جالها عرض من واحد من رجالة نظام مبارك ان هو يعمل معاها علاقة، بس هي رفضت عشان هي ست حرة بتعمل اللي على مزاجها وكيفها بس. وقالت إنها كان بيجيلها عروض جواز كتيرة جدا من أثرياء عرب، وكمان كان في وفود كتيرة جدا بيجيلها من سفارات كتيرة بيجولها البيت يعرضوا عليها الجواز من بعض الشخصيات الهامة طبعا. وواحد من الحكام العرب عرض عليها إن هو يتجوزها وجاب لها قصر في سويسرا وقال لها حط المهر اللي انت عاوزاه وأي فلوس وأي حاجة بتحلمي بيها هتكون تحت أمرك على طول. لكن هو اشترط عليها شرط واحد بس، إنها تبطل العمل الفني. لكن هي رفضت لأن روحها في الفن ومتعلقة بالفن وشايفة إنها بتقدم فن حقيقي، وإنها واحدة من أهم الممثلات والفنانات في تاريخ مصر والدراما العربية كلها.